أنا تعبت ونلف على المستشفيات. أنا اتصبت بمواد كيميائية هي اللي أثرت على أحمد. هو عنده مرض نادر وجوده. الدكاترة قالت لي إن هنا في مصر مصاب منه 3-4 حالات، على مستوى العالم بتاع 15 حالة. أنا ليا 7 سنين بجري بيه أنا وبابا، والدكاترة بترى صوابعه، بترى صوابع رجليه الشمال. والدكاترة حاليا قالت لي لازم بتر رجليه الاتنين. وحاليا دلوقتي أنا لسه واخدة له عينة من بطنه. الدكاترة قالوا ممكن يكون الكانسر أثر على بطنه. دايما رجليا بتصدم، وبطني بتوجعني وبصرخ بيها، ونفسي ألبس جزمة وألعب مع عيال في الشارع وما تقلقش عليا. دكتور من ضمن الدكاترة قال لي ابنك قدامه أيام معينة، أيام محدودة في عمره، وهيتوكل على الله. أنا مش عاوزة رجلي، ماما هي اللي مش عاوزة تبترق. نفسي أكف ورجلي تبقى كويسة زي الأطفال وأنا ألعب في الشارع. بحلم أكون ممثل زي محمد رمضان.